القوام ده جديد على الحواوشي، فكرني بالحواوشي بتاع الامين الشرطه حاتم في فيلم هي فوضى. والنبي في حواوشي يبقى فيه العظمه دي. تعالى يا احمد، الحواوشي القاهري لما يغزو الاسكندريه ويبدا يبقى فيه براندات ومطاعم حواوشي بس وحواوشي قاهري، يبقى احنا كده نبدا نقلق يا اهل القاهره. بص تعالى، بص المنظر ده، المنظر ده. يبقى احنا يا اهل، ده حواوشي بالمناسبه، في تحت حواوشي. يبقى احنا يا اهل القاهره المفروض ان احنا نبدا نقلق. يلا عايز اعملها معاك، عايز اعملها معاك. يلا اهو، جامده جامده جامده. يلا يلا ممكن نقفل ونطلع على السفره. يلا يوبس، لازم نبدا بالمجرم ده. تعالى يا احمد، ده حواوشي بالايه بقى؟ بالكوارع والحلالي. بالمناسبه ده الحلالي يا جماعه، الحلالي قوامه شويه قريب من الكوارع، وعكاوي، لحمه عكاوي، ده فوق الحواوشي. احنا حواوشين، واحنا في شارع محمد نجيب، احنا على كورنيش اسكندريه. دخلت محمد نجيب دي مشهوره قوي يعني. بص العيش عشان معمول على على الجريل هتلاقي فيه القرمشه هي. اسمع، تعالى يا احمد، القوام ده، القوام ده، تعالى يا احمد، القوام ده جديد على الحواوشي يا جماعه. ده دي كوارع، بص تعالوا، دي حته كوارع، ها، دي حته حلالي. اكتبوا لنا مين يعرف يعني ايه حلالي، ما هو الحلالي ده. هنا ده اسمه حواوشي الخميس، ده موجود خميس وجمعه. واكتبوا لنا ما هو الحلالي. ايه تاني؟ ده حواوشي ضاني. تعالى تعالى يا احمد، انا مبسوط قوي ان اللقطه بتاعت حواوشينو، انا لو وصلت الاطباق كلها هتلاقي مكتوب لوجو حواوشينو على البتاع، على الترابيزه. تعالى نفتح ده كده، ده بقى الحواوشي الضاني. طب ايه كده؟ طب انا عايز اعمل حاجه، يعني عايز اغطسه في الطحينه، اعمل ايه؟ لازم اعمل كده. تعالى بقى، بس عشان التغطيسه دي تغطيسه. اوبس، يا نهار اسود على طعم الحواوشي. واللي الضاني ايه، عارف اللي هو يعني ما تلطش لك مناخيرك. فكرني بالحواوشي بتاع الامين الشرطه حاتم في فيلم هي فوضى. حلو عنده طبعا. طبعا طبعا. في لقطه هنا بسطاني قوي، ان هنا بيعملوا صوبيا بتاعتهم هم. المطاعم يا جماعه بدات تعمل الحركه دي، وحاجه مفرحاني جدا ان كل مطعم بقى عنده مشروب بتاعه. فهو هنا بيقدموا صوبيا طبعا. ليه؟ والحمد لله موضوع المقاطعه كان فكره، يعني كانت دفعه كويسه جدا للافكار اللي زي دي. ليه المطعم ما يعملش مشروب؟ ليه؟ طيب ده الدلع بقى، ده حواوشي بالايه بقى؟ ده رومي مدخن، صح كده؟ وسلامي وجبنه شيدر يا بقى، بسطرمه. ده بس ماشي، ده اسمه ميكس الابطال لحمه. بص تعالى هنا كده، والنبي في حواوشي يبقى فيه العظمه دي. انت واخد بالك كام رقه؟ انت واخد بالك كام لون، كام طعم؟ دي ميزه بقى ان يبقى المطعم بيشتغل في صنف واحد. هم هنا عندهم حواوشي بس، فلما يبقى المطعم بيعمل حاجه واحده، لما يجي ينوع منها بقى ينوع منها باتقان. انت بتقولي بقى الزيتون ده، الزيتون ده فعلا متميز، صح يا محمود؟ الزيتون متميز. والله لما تبقى التفاصيل في المطعم قليله، ان انت تتقنها وتركز فيها يعني تجود فيها اسهل. حلو. طيب ايه تاني؟ ده ميكس مشكل جبن. ده مشكل جبن، او ده او ده انا بقوله لكم بقى مساله التركيز. ده حواوشي مشكل جبن، فكره حلوه جدا ان يبقى الحواوشي ما فيهوش لحمه اصلا بقى. يعني انت بتحب الحواوشي وقرمشه الحواوشي جبنه اهي. دي المحبين الجبنه، نروح الطحينه ولا يلا؟ انا سعيد بفكره الجبنه الحقيقه. تعالى، والفراخ بقى برضه ده ايه؟ فكرتها كحواوشي بالرانش. ده حواوشي فراخ. رانش. يا ولاد الذين، ده انتوا خدتوا الحواوشي ونويتوا، يعني قررتوا ان انتوا تعصروه وتجيبوا اخره. ما تنساش
ما تنساش حواوشي الفول وحواوشي الطعميه، من فضلك اعملوا عايزين فكره في الحلو. اعملوا. عايزين يا نعمل سلام. حواوشي حلو بس هفكر لك فيه بس بعد ما اخلص. والله ده حواوشي فراخ يا جماعه، صح؟ انا بس عشان الصوص الرانش اللي عليه ده مش عارف ابين لكم تفاصيل قوي. بس ده فراخ بقى، دي مش فراخ مفرومه، لا. دي فراخ قطعه. فراخ. ده سافل بقى، ده سافل، ده اجرام. اولا الفراخ، طعم الفراخ كفراخ بالخلطه اللي عليها حلوه قوي. بص 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 الذوبان ده. صوص الرانش اللي عليها كمان خفيفه، فمش مأثره عليها. لا الحقيقه لا، ده مجرم. ده عايز بقى ايه؟ حد جاي معايا عايزه؟ لا في عايزه كتير والله، بس ده. طب دي البطاطس دي يعني مش تستحق طيب انها تتمس عليها كده؟ حواوشي بسطرمه. هو عمل ايه؟ جاب على الجريل، نزل البسطرمه واتعامل معاها تعامل السجق، تعامل ورقه اللحمه، وحط عليها الخضار، وبقى الاساس في الرغيف هو البسطرمه. دي جديده برضو، بس مسقسه وهيغرقنا. تعالى يا احمد، احنا ورزقنا. المجرم ده ولاول مره باكل حواوشي الاصل بتاع البسطرمه. بسطرمه ولا بسطرمه؟ بسطرمه صح؟ دي برضو مختلفين. طعم البسطرمه او البسطرمه اوريدي زاعق، فالرغيف لا تيستو عالي جدا. بس خليني اقول لكم بقى وانا بشرب الصوبيا بتاعتهم دي، ان اولا ده مكان اسمه حواوشينو. احنا فين؟ احنا في محمد نجيب من على الكورنيش في اسكندريه. المكان بيعمل حواوشي قاهري مش اسكندراني، مش رغيف اللحمه اللي هو اللي بيستوي مع اللحمه، لا ده عيش بلدي عادي اسمر من بتاعنا، من بتاع القاهره اللي ما غالبا ما بلاقوش هنا في اسكندريه. بيجيبوا العيش البلدي يفتحوه، يحط فيه كوره اللحمه، يهرسها، ويبدا بقى يتعامل من بعد ده. الاضافات كلها تبدا من بعد ما وتحط نيه، تحط كوره اللحمه نيه، ويبدا يحط الاضافات. ده القاهري الطبيعي جدا اللي احنا اتعودنا عليه يعني. بس كده، انا سعيد بده، وسعيد ان المقاطعه لمنتجات اعدائنا بدات تجيب نتيجه فعاله وملموسه، منها ان بقى المطعم بينتج مشروب يشربه للناس، بدل منتج طبيعي ومفيد وجميل وكل المميزات يعني، بدل البيبسي وكوكاكولا اهو.